ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ لو انت طالب في حاسبات او في هندسة وعايز تعمل سي في فكمل معايا الفيديو للاخر. طيب ليه لو انت اصلا طالب محتاج ان انت تعمل سي في؟ لان ساعات في حاجات بتقدم عليها زي شغل ريموتلي، في تريننج، في انترن، اي حاجة من الحاجات دي بتكون مطلوب منك ان انت تقدم سي في. فكمل معايا الفيديو للاخر، وفي وسط ما انا بعلمك ازاي تعمل هقولك يعني الحاجات اللي مطلوبة منك. اول حاجة الموقع اللي احنا هنشتغل عليه هو فلو سي في. انت تعالى على جوجل وسرش على فلو بس سي في، وهيفتح لك الموقع ده موقع بيخليك تعمل سي في واحد. يعني انت متاح ليك ان انت تعمل سي في واحد بس ببلاش، والشغل عليه سهل جدا وبتعرف ان انت تتعامل معاه. اول حاجة دي الواجهة بتاع البرنامج، بتنزل تحت تيجي عند ريزمي بيلدر تضغط عليها، تيجي تحت هنا عند ستارت كرافتنج يور ريزمي، تفتح لك القائمة دي. طبعا انت بيكون مطلوب منك ان انت تعمل عليه ايميل على الجيميل، بيبقى ايميل عادي يعني زيه زي اي موقع. تيجي هنا ده بس عشان انا مكريت الريزمي بتاعتي قبل كده، تضغط على نيو ريزمي، تفتح لك بقى التمبلتس اللي انت يعني هتعمل عليها. اول حاجة من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها لما انت تيجي تعمل سي في او ريزمي، ان الريزمي اللي بيكون فيه اي لعب كتير ده ابعد عنه. يعني عندك اول تمبلت ده، يعني زي ما انت شايف في الوان، في ايكونز، في حاجات كتير كده، يعني في لعب كتير من الاخر. فده بيجي يخش على الاي تي اس اللي هو بتاع السكور، ده بيجيب سكور قليل. لو انت ما تعرفش ايه هو الاي تي اس ده، انت لما بتيجي تقدم على شغل وليكن مثلا في 1000 واحد مقدمين معاك، فمش معقول الاتش ار هيفضل يراجع على السيفيهات دي كلها. هما يعني بيعملوا نظام اي تي اس بحيث ان هو لو الاتش ار هيراجع مثلا بدل ما يراجع 1000 سي في، فهو هيراجع مثلا قول 50 واحد، فهو صفى 950 واحد. طيب بيصفي بقى بناء على ايه؟ بناء على انت عامل سي في بتاعك كويس ولا لا، الفورمات بتاعك كويس ولا لا. الشغل بقى انت مثلا لو انت داتا ساينتست ورايح تقدم على شغل الويب، فالاتش ار يعني مش مطلوب منه ان هو يشوف حاجه زي كده. فالاي تي اس بيفلتر الكلام ده كله. فمهم جدا ان انت تهتم بالسي في بتاعك، لان ده اللي هيوصلك للشغل. يعني لو انت عارف سكيلز كتير ومطبق على مشاريع كتير والدنيا مظبطه معاك، بس انت بتقدم على شغل وانت مثلا يعني مهمل في السي في بتاعك ومش مظبطه، فانت طبيعي جدا ان انت مش هتوصل للمرحله بتاع الانترفيو. فانت لازم تتعب على السي في بتاعك وتخليه على طول ابديت بالمشاريع والكورسات اللي انت واخدها، عشان تعرف ان انت توصل لمرحله الانترفيو وتتقبل في الشغل ان شاء الله. فالتمبلت اللي احنا هنستخدمه في المرحله دي بيكون تمبلت كلاسيك خالص، ما بيكونش فيه حتى الصور. الصور دي تحطها امتى؟ لو الشغل اللي انت رايح تقدم عليه ده طالب منك ان انت تحط صورة. لو مش طالب ما تحطش، وانت كده كده لما بتروح تعمل انترفيو بيطلبوا منك ان انت يعني مش بيطلبوا انت اصلا، انت بتروح لهم، انت اللي بتروح لهم. حتى لو الشغل ريموتلي فهم كده كده بيعملوا معاك انترفيو او يعني بيشوفوك. فالصورة عموما مبقاش لها لازمة في السي في، وغالبا بينقص من سكور السي في بتاعك. فالتمبلت او السي في اللي احنا هنشتغل عليه هو التمبلت ده، هارفارد ريزمي، اللي هو بيكون بالشكل ده بريميوم بس عشان يعني انا مستخدم واحده. يعني هو بيقول لك يو كارنت بلان انكلودز اونلي وان ريزمي، ده اللي هو الفري. فانت دي هتكون مفتوح لك عادي لو انت اول مره تخش على الموقع ده. فبتخش وبتفتحها، اول لما بتفتحها بتظهر لك القائمه دي. تعالوا نبص على السي في بتاعي. يعني بيظهر لك القائمه دي، بس طبعا الكلام ده كله بيكون فاضي والسكشنز بتكون فاضيه، انت بقى اللي بتضيف الكلام ده كله. واحده واحده مع بعض، تابع معايا هعلمك ازاي انت تعمل الكلام ده كله. فخد السي في بتاعي يعني كتمبلت، انت تعمل نفس الكلام عندك ونفس كل حاجه اعملها عندك. لان يعني الكلام ده انا مراجعه مع حد بيفهم في السيفيهات، وقال لي خلاص هو ده يعني ده كويس. وعموما يعني السيفيهات دي اراء من ناس يعني من ناس لناس. انت ممكن تروح بالسي في ده لحد تاني يقول لك لا اعمل كذا غير كذا، فهي اختلاف اراء. بس في حاجات ثابته لازم ان انت تتبع عليها. يعني ما تحطش صور، ما تخليش مثلا ما يكونش في الوان كتير، ترتيب السكاشن، الكلام ده كله. يعني في حاجات بتفرق وحاجات لا. بس عموما ده التمبلت ده انا قدمت فيه حاجات كتير وكانت يعني والحمد لله كان بيعدي. فانت وانت بتعمل شوف ترتيب السكاشن والحاجات اللي انت حاططها واعمل زيها، وان شاء الله الدنيا هتظبط. ولو انت واخد بالك في كلام هنا انا عامله بولد، يعني الكلام مثلا كارير اوبجيكتيف، اعرفك يعني دلوقتي الكارير اوبجيكتيف ده
مثلا ركز هنا في كلام بيكون بولد وكلام لا. الكلام البولد ده بيكون حاجات ريليتد بالشغل بتاعك. يعني مثلا هنا داتا كليننج اناليسيس في سيكوال بايثون اكسل، الكلام ده كله هو ريليتد اصلا بالداتا اناليست. فهو مثلا الاتش ار لما بيجي يبص على السي في اول حاجه تلقائي عينه هتقع على ايه؟ على الكلام البولد، اللي هو الكي ووردز اللي انت بتبصيله بتقول له خلاص انا عارف كذا وكذا وكذا، بص عليهم من الاخر. فتابع معايا نعرف واحده واحده ازاي انت تعمل الحاجات دي. اول حاجه بتيجي عند الاسم والوظيفه بتاعتك والتفاصيل الشخصيه بتاعتك، بتيجي تعملها في اول سيكشن خالص. طب يعني بالطبيعي ان انت بتعملها في الاول، تيجي يعني بتبقى ظاهره لك هنا، تضغط على العلامه دي بيظهر لك بقى الديتيلز اللي انت هتكتب حاجه. اول حاجه بتكتب الاسم بتاعك ثلاثي بيكون بالشكل ده. الجوب تايتل، اكتب الشغل بتاعك او يعني الوظيفه بتاعتك انت بقى، داتا اناليست، داتا ساينتست، مش عارف اي ويب، ايا كان بتكتبه. بعد كده بقى بتخش بقى على الحاجات يعني بتاعه التواصل. تبتدي اول حاجه اهم حاجه بتكتب رقم تليفون يكون اكتف، بتكتب جيميل يكون اكتف. يعني دول اهم حاجه في الحاجات دي. ليه؟ لان انت لما بتيجي تقدم على حاجه من الحاجات دي، يعني ما بيجي يتواصلوا معاك ولا الكلام ده بيبعتوا لك مثلا على الجيميل، بيرنوا عليك، لازم الحاجات دي تكون شغاله عشان يعرفوا يوصلوا لك. فبتحط مثلا التليفون الاول، بعد كده تحط الجيميل، بتحط بعد كده الادرس بتاعك. موضوع الادرس ده لو انت مثلا بتقدم على بوزيشن في القاهره، فانت عندك مكان ان انت تعرف تقعد فيه في القاهره، فيستحسن ان انت تكتبه هنا، حتى لو انت ساكن في حته تانية يعني. ده ليه؟ لان ساعات لما انت يعني لما الاتش ار يجي يفلتر بالناس، يعني ساعات بيكون الافضليه لو حد ساكن قريب، من حيث ان هو كده كده بيبقى قريب. طيب لو انت ما عندكش سكن عادي، بتحط المكان بتاعك انت ساكن فين. الموضوع ده يعني مش بيفرق قوي، بس ساعات فعلا بيفرق مع الناس لما انت يعني لما تيجي تقدم، فعلا ساعات بيفرق بس مش دايما. فمن الاخر لو انت عندك مكان قريب من الشغل اللي انت رايح تقدم عليه حطه، لو مش عندك خلاص مش مشكلة، حط المكان اللي انت قاعد فيه. بعد كده بتحط اللينكات اللي ليها علاقة بالتراك بتاعك. انا مثلا بتحط اول حاجة الطبيعي اللينكد ان، ولو انت عندكش لينكد ان خش اعمل لينكد ان. بتحط جيت هاب، لازم تحط الاتنين دول اساسي، عشان دول اللي يعني اللينكد ان ده طبيعي بيكون عندك لينكد ان. جيت هاب انت بيكون مثلا عندك مشاريع، الحاجات دي كلها بتكون اوريدي نشرها عليه. واي حاجه تانية بقى ريليتد بالتراك بتاعك، يعني ده داتا اناليست او داتا ساينتست، فانا حاطط كيجل لان بنشر عليه المشاريع وهكذا. طيب انت مثلا عندك بورتفوليو، عندك مثلا انت جرافيك ديزاينر، عندك بيهانس، الكلام ده كله حطه، لان هم بيخشوا بيقلبوا في الكلام ده. الميليتري سيرفيس ده حاله الجيش بتاعك، لو انت طالب ومثلا ما عندكش اخوات وما انتش داخل جيش، حط ميليتري اكسبشن. ده انت يعني بتقول لهم ان انت ما عندكش جيش، فساعات فعلا الحاجات دي بتفرق مع الناس. مع اي حاجه بتحطها او اي حاجه بتضيفها، يعني اللينكات انت بتيجي عند علامه اللينك دي بتضغط عليها وبتجيب اللينك بتاع البروفايل بتاعك وبتحطه. بعد ما بتخلص السكشن ده، لو في حاجات مش ظاهره مثلا الاوبشنال او الريكومندد والكلام ده كله، انت بتضغط عليها، عايز تضيفها بتضيفها، يعني بتبقى موجوده في علامات زي علامات الزائد دي، فبتضغط عليها وبتضيفها. بعد ما بتخلص بتسيف. موضوع الفورمات ده لو انت مثلا جاي في الاول عندك الاسم على الشمال او المسمى الوظيفه عندك جنبه الكلام ده كله، سيبك من الكلام ده، هنعمله في كستمايزيشن بعدين. بعد كده بتضغط سيف. انت كده خلصت اول جزئيه بتاعتك، انت بتحط التفاصيل الشخصيه. الجزئيه اللي بعد كده اللي هو كارير اوبجكتيف. تعالوا نشوف انا كاتب ايه في كارير اوبجكتيف. Data analyst with almost a year experience in data cleaning, analysis and visualization using SQL, Python, Excel, Power BI. Seeking a junior data analyst position to apply my expertise in building dashboards and using predictive modeling, statistical analysis. الكلام ده كله. طيب انت فهمت ايه من الكلام ده؟ انا بالبلدي كده بدي للاتش ار بريف عن نفسي، بقول له انا بعمل ايه، الشغل بتاعي بستخدم تولز ايه، انا هاجي لك هعمل لك ايه، الكلام ده كله بقوله له بالمختصر. انا هاجي اقدم لك ايه وايه التولز اللي انا عارفها. وزي ما انا قلت لك قبل كده، انت بتخلي الكلمات اللي ريليتد بالتراك بتاعك بولد، يعني زي ما انت شايف اكسل، باور بي اي، تابلو، الكلام ده كله ريليتد بالداتا اناليست، فانت بتعمل الكلام ده كله بولد عشان هو عينه تقع عليه على طول،
فالكلام ده بتريح الاتش ار، كل ما انت ريحته كل ما يكون ليك افضليه. فده يعتبر الكارير اوبجيكتيف. طيب عشان تكتبه، طيب السكشن ده لو مش منضاف او مش موجود عندك في السي في تعمل ايه؟ تيجي تحت عند اد كونتنت، وغالبا في الاول مش هيكون في حاجه، بتضيف بقى الحاجه اللي انت عايزها. مثلا يعني اسم السكشن ده ذات نفسه مش موجود في الحاجات دي، مثلا ولا education ولا سكيلز ولا الكلام ده، بتيجي عند كاستم تضغط عليه، بتضيف بقى، بتكتب اسم السكشن اللي انت عايزه، وليكن مثلا هنا كارير اوبجيكتيف، بتكتب بقى التفاصيل زي ما انا لسه قايل لك. والايكون دي الايكون اللي انت عايزها اختارها عادي، مش هتفرق في حاجه، بس انا هلغيها دلوقتي، انا مش محتاجها في حاجه. ونصيحه بسيطه هتسهل عليك الدنيا، لما تيجي تعمل كارير اوبجيكتيف اكتب الكلام اللي انت عارفه، وبعدها خد الكلام ده ودخله على شات جي بي تي، وقول له اعمل لي بولد على الكيوردز المهمه اللي هي ريليتد بالتراك ده، وظبط لي الدنيا. يعني من الاخر قول له شعبول لي الدنيا، وهو هيظبط لك الدنيا. هو حرفيا انت بعد ما بتكتب هتبصيله يعني هيطلع لك الكلام متقسم صح، والجرامر بتاعه صح، والكلام ده كله حاطط لك كوما، نقط، الكلام بولد بنفسه، الكلام ده كله. بتاخد بقى الناتج وتيجي تحطه هنا في الكارير اوبجيكتيف. بعد كده نيجي عند الجزئيه الثانيه وهو الاديوكيشن. فبنيجي عند الاديوكيشن نضغط عليه، تكتب التعليم بتاعك. انت مثلا اول حاجه بتكتب الكليه بتاعتك ايه، سواء هندسه كمبيوتر ساينس ايا كان بتكتبها، وجنبها بتكتب التاريخ بتاعها. انت مثلا مش خريج، فانت بتكتب السنه اللي المفروض تتخرج منها، على حسب بقى كليتك 4 سنين 5 سنين هتاخدها على 6 7 ايا كان، شوف انت السنه اللي انت هتتخرج فيها واكتبها، وبتكتب الشهر والسنه بس. والكستمايزيشن بتاع التاريخ ده لسه هنعمله بعدين، بس انت اكتب بس الشهر والسنه اللي انت دخلت فيهم كليه ولا هتتخرج فيهم ان شاء الله. تحت يعني تحت الكليه بتاعتك اكتب اسم الجامعه بتاعتك ايه، واكتب هي فين. بعد كده اعمل سيف واخرج. انت كده خلاص حطيت الكارير اوبجيكتيف وحطيت الاديوكيشن. بتيجي بعد كده بقى لو انت مشترك في اي نشاط طلابي، لو انت يعني اي مثلا تيم جامعي عندك، انت دخلت عملت في حاجه، الكلام ده كله مهم جدا جدا ان انت تحط الحاجات دي، خصوصا لو انت طالب. يعني في اصلا اول لما انت هتسمع الفيديو هتقول انا طالب ما عنديش حاجه احطها في السي في الكلام ده، لا، هو انت بتحط الحاجات دي. انت مثلا اشتركت في نشاط طلابي، مثلا عملت بروجكتات، خدت كورسز معينه، الكلام ده كله هو اللي بيتحط في السي في. لان انت طبيعي او من المنطقي خالص ان انت تكون لسه جونيور، او لسه ما عندكش انت اشتغلت في حتة تانية بحيث ان انت تحطها هنا في يعني في السي في. لو انت كنت خريج واشتغلت في شغل قبل كده، فانت بتحط السكشن ده تحت الاديوكيشن على طول. بس بما انك لسه طالب وما اشتغلتش، فبتحط بعدها بعد الاديوكيشن الاكتيفيتيز اللي انت عملتها. وغالبا برضو الاكتيفيتيز دي مش هتكون ظاهرة، فبتضيفها برضو من عند اد كونتنت، فبتضيفها بتكتب اسم السكشن، وبنيجي بقى تحت عشان تضيف اللي انت عايزه. يعني هيكون سيكشن بالمنظر ده. عايز بقى انت تضيف اكتيفيتيز تانية، انت مثلا عملت كذا حاجة، فكل سيكشن بتضيفه بتكتب التفاصيل بتاعته. وليكن مثلا تعال عند ده كده، انا مثلا كنت داتا ساينس فولunteer ات اي تريبل اي منصورة، فانت بتكتب اسم البوزيشن بتاعك او اسم الحاجة اللي انت كنت بتعملها، وجنبها لينك لو انت كنت عامل بوست، لينك مثلا للتيم، لينك لاي حاجه تثبت فعلا ان انت كنت كده. لو انت عادي ما مش عامل بوست او ما عندكش حاجه، عادي ما تحطش. وغالبا يعني دي كلها بتبقى يعني ده لينك اصلا لبوست موجود على لينكد ان. تكتب طبعا التاريخ بتاع المشاركه، يعني انت اشتركت من امتى لامتى. خلي بالك وانت بتكتب التواريخ بتاع الحاجات دي لازم تكتبها من الاقدم للاحدث. يعني انا مثلا كاتب هنا تحت داتا ساينس سوبرفايزر ات ستاركس، فده شوف التاريخ هنا دي قديم، وده خلاص انا لسه هنا موجود في البوزيشن ده. فخلاص هو انت بتكتب الحاجات دي على حسب الأقدمية او الاحدث انت بتحطه في الاول، والقديم بتحطه في الاخر، لان الكلام ده بيفرق برضو في الايتس بتاع يعني بيفرق في السكور. طيب عشان تكتب الحاجات دي بتعمل ايه؟ انت مثلا في التيم ده كنت ماسك بوزيشن معين، اشتغلت على مشروع كبير، اشتركت في مسابقة معينة، الكلام ده كله بتكتب تحت البوزيشن بتاعك انت عملت ايه. انا مثلا داتا ساينس فولunteer عملت ايه، participated in ديف دول داتا ساينس كومبيتيشن، دي كانت مسابقه خدت مثلا فيها مركز فبكتبها. اتعلمت سكيلز معينه فبكتبها. شاركت في مسابقه تانية بكتبها، وهكذا. بعد ما بتكتب الكلام ده عشان تنسقه صح، بتاخد الكلام ده بتخش على شات جي بي تي، قول له برضو نفس الكلام، اعمل لي بولد على الكيوردز المهمه اللي هي ريليتد بالتراك ده، وهو هيظبط لك الدنيا.
ولو اداك الكلام كبير مثلا او هو ديتيلد قوي، ممكن تقول له برضو صغر لي الدنيا، وهو هيساعدك في الموضوع ده قوي. بتاخد الكلام وبتحطه هنا. وعشان تعمل النقط دي او تخليهم سكاشن كده، بتيجي هنا بتضغط على العلامة دي. بعد ما بتكتب بتعمل سيف، وبتيجي بقى عند السكشن اللي بعده. زي ما قلت لك انت اكتب كل الاكتيفيتيز اللي انت عملتها، بس لازم تكون ريليتد بالتراك ده. ما يكونش انت مثلا كنت رايح في مثلا فنون مسرحية وتكتب هنا ان انت رايح تقدم على شغل اي والكلام ده، فاكتب بس الحاجة اللي هي تكون ريليتد بالشغل بتاعك عشان السي في بتاعك ما يكترش. فبعد الاكتيفيتيز بنيجي عند الكورسز اند تريننجز. دي من اسمها دي الكورسز والحاجات اللي انت خدتها. برضو بتضيف نفس الكونتنت اد كونتنت، وبتضيف السكشن اللي انت عايزه. تيجي هنا انت مثلا عند تكتب كل الكورسات اللي انت خدتها، فبتكتب بقى الكورسات والتريننجز اللي انت خدتهم، سواء بقى انترن تريننج كورس، اي حاجه ريليتد يعني بالتراك ده او بالحاجه اللي انت رايح تقدم عليها دي، وهي مهمه فعلا وضايفه لك قيمه. لان اما تروح في الشغل ده غالبا هيسالوك في اللي انت حاطه، فما تحطش حاجه انت مش عارفها او حاجه انت فعلا مش واخدها. حط الحاجات اللي انت عارفها والحاجات اللي انت واخدها فعلا. وليكن مثلا اخر حاجه انا واخدها دي باي مايكروسوفت باور بي اي، فانت بتحط التايتل بتاع الكورس ده او التريننج ده، وتحته بتحط الحاجات اللي انت اتعلمتها منه. وليكن مثلا اتعلمت اكسل، باور بي اي، تابلو، سيكوال، داتابيز، الكلام ده كله بتحطه تحت، بحيث انت بتقول لهم انا مثلا خدت كورس كذا واتعلمت منه كذا وكذا وكذا وكذا. فدي الطريقه اللي انت بتكتب بيها الكورسز بتاعتك. فبتيجي بعدها بتكتب مثلا انت خدت الكورس ده من امتى وخلصته امتى. لو انت لسه شغال فيه بتكتب بريزنت، وخلي بالك من ترتيب التواريخ زي ما قلت لك. بعد الكورس اند تريننجز بتيجي عند السكشن بتاع السكيلز. السكشن بتاع السكيلز بقى بتكتب فيه ايه؟ بتكتب فيه السكيلز اللي انت عارفها وبتكون ريليتد بالمجال ده. يعني انا مثلا مقسمها هنا ايه؟ تكنيكال سكيلز، التولز اللي انا عارفها، ميثودولوجي، اللانجوج، الكلام ده كله انا مقسمها بحيث ان هو يكون يعني احسن، وما يجي الاتش ار ان هو يقراها بتكون الدنيا واضحه له. فانت مثلا عندك تكنيكال سكيلز، عارف مثلا بايثون، سيكوال، سي بلس بلس، جيت هاب، داتابيز، الكلام ده كله بتكتب تحت التكنيكال سكيلز الحاجات اللي انت عارفها. بتكتب تحت التولز اللي انت عارفها، مثلا باور بي اي عندي، تابلو، ميثودولوجي مثلا عارف ويب سكرابنج، داتا كليننج، داتا فيجواليزيشن، وهكذا. اللانجوج مثلا انجلش بتكتب الدرجه بتاعتك في اللغه اللي انت عارفها. عارف مثلا انت الماني، شوف انت الدرجه بتاع الالماني بتاعتك عامله ايه. كل الكلام ده بتكتبه. فبتضيف هنا السكشن بتاع السكيلز، واي سكيلز انت عارفها بتحط بس الهيدلاين بتاعتها، وبتيجي تحتها بتكتب زي سبتايتل كده. يعني هنا مثلا تكنيكال سكيلز تحط الهيد تكنيكال سكيلز، وتحته في الانفورميشن بتحط السكيلز اللي انت عارفها زي ما انت شايف كده. وخلي بالك هنا في ناس لما بتيجي تعمل السي في بتعملها يعني زي ما بقول لك سيلكت سكيل ليفل، اللي هي نظام نجوم، نظام مثلا بارات. الكلام ده كله ما بيبقاش كويس، وما يعني بيبوظ السي في بتاعك من ناحيه السكور. فالحاجات دي ما تحطهاش. ما تحطش مثلا انت اربع نجوم من 5، 3 نجوم من 5، الكلام ده كله ما بتحطش في السي في. فانت بس حط انت عارف كذا وكذا، وما تحطش موضوع النجوم ولا البارات ولا الكلام ده كله. زي ما انت شايف اللي هو معمول ده اعمل عليه بالظبط. تيجي عند السكشن اللي بعده اللي هو البروجكتس. زي ما انت شايف دي البروجكتس اللي انت اشتغلت عليها. طيب واحد يقول لي مثلا انا طالب لسه ما اشتغلتش على مشاريع. بص انت اي حاجة او اي مشروع، انت مثلا فلاتر انت عملت موقع، عملت كذا بتحطه. انت مثلا ويب عملت حاجة بالباك اند، عملت حاجة بالفرونت، مش عارف اي حاجة انت طبقت عليها وتكون بس تكون محترمة وفعلا تحط في السي في بتحطها. انت مثلا مش عامل، خش على اليوتيوب دور، اكتب مثلا مشاريع مناسبة او مشاريع، افكار مشاريع تتحط في السي في. فانت بتشوف الحاجات اللي معمولة وبتعمل زيها، بحيث ان انت حاجة فعلا انت حطيت فيها السكيلز والحاجات اللي انت بتعرف تعملها، وطلعت بروجكت تقدر ان انت تحطه في السي في، يكون حاجة محترمة كده تتحط، بحيث اما الاتش ار يجي يشوف البروجكتس دي يقول لا ده مثلا مطبق التولز هنا كويس، ده مستخدم كذا. فحط انضف حاجة واحسن حاجات انت شغال عليها في البروجكتس دي. وزي ما قلت لك انت بس بتضيف كل البروجكتس اللي انت ريليتد بالتراك بتاعك. ما تكونش انت مثلا مشفت من امبيدد وهتيجي تحط هنا مثلا انت وليكن عامل روبوت وانت رايح تقدم اصلا على شغل الويب. ما ينفعش يعني. الحاجه دي ما بيبقاش حشو وخلاص،
تكونش انت مثلا طالب لسه بتدرس وعامل لي سي في من 3 صفح ولا من 4 صفح، لا هو اخرك اصلا لو انت طالب صفحة او صفحتين وما يتكسرش اصلا الصفحتين. ده في ناس اصلا بتكون شغالة وما بتعملش يعني الريزم بتاعها او السي في ما بيعديش الكلام ده. فخلي حط بس الحاجات اللي تكون ريليتد بالبوزيشن بتاعك. فبتيجي عند البروجكت وبتبدأ بقى تضيف المشاريع اللي انت شغال عليها. وليكن مثلا انا ضايف ده كاستمر شارن اناليسيس، ده داشبورد معمول بالباور بي اي. انا مثلا انت عامل يعني بروجكت معين، تكتب اسم البروجكت وجنبه كده يعني حاجة كده كبريف، تقول له انا استخدمت التول كذا. ده زي ما تقول كده بتقول له انا مش بس عارف السكيلز اللي فوقي دي، لا انا كمان مستخدم التولز دي او مستخدم السكيلز دي ومطبقها كمان في بروجكتس. انا يعني زي ما تقول كده انا بقول للاتش ار بالحداقه انا مش بس عارف السكيلز دي، لا ده انا كمان مديك اثبات اكتر ان انا مطبقها على الحياه العمليه او مطبقها في شغل عملي. دي زي مثلا يعني زي ما انت ملاحظ انا مش حاطط هنا سوفت سكيلز، بس انا من ناحيه تانية قايل له ايه، ان انا مشارك في اكتيفيتيز. الاكتيفيتيز دي ايه؟ انا مثلا بثبت لك بالشغل العملي وبالمشاركات ان انا فعلا بعرف اتعامل مع الناس، بعرف اعمل تيم وورك، بعرف اعمل كونكشنز. الكلام ده كله انت مديله اثبات اصلا ان انت بتعمل كده، مش مضطر بقى ان انا تحت خالص اقوم قايل له سيكشن في سوفت سكيلز واقوم ضايف له الحاجات دي. لا انت بالحداقه كده بشياكه قلت له انا بعرف اعمل كذا بس بالطريقه. هو اول ما يشوف الاكتيفيتيز هو هيستنتج لوحده ان انت بتعرف عارف تيم وورك، عارف كوميونيكيشن، عارف الكلام ده كله بتعرف تعمله، وده اثبات اكتر ان انت بتعرف تعمله. فبتيجي زي ما قلت لك على المشاريع اللي انت عاملها بتكتب اسم المشروع وجنبه كده الحاجه اللي انت مستخدمها فيه، وبتعمل بقى يعني لو انت مثلا نشر المشروع ده في حته معينه على كيجل على جيت هاب، حط لينك المشروع جنبه بحيث هو مثلا عجبه مشروع كذا عايز يبص عليه شوف انت عامل ايه، يكون لينك المشروع موجود، ما يكونش بس انت حاطط حاجه بالاسم كده وخلاص. وزي ما قلت لك موضوع البولد، يعني هنا ديسكريبشن بسيط كده للمشروع بتقول له انا عملت كذا كذا باستخدام يعني مثلا ده داشبورد developed a customer churn dashboard in Power BI for banking using DAX measure Power Query and data modeling. يعني زي ما انت واخد بالك انا عامل بولد للداكس والباور كويري والداتا موديلنج عشان هو اوريدي يعرف الحاجات اللي انا استخدمتها، هو بياخد باله منها على طول لما يجي يبص على المشاريع. فانت بتيجي هنا تضيف كل المشاريع اللي انت عاملها شايفها مناسبة انها تنضاف، وبتكتب جنبها بحاجة بسيطة كده التول اللي انت مستخدمها، وتحتها بريف بسيط بس انت عملت ايه في المشروع. وهو كده كده عايز يعرف بعد كده انت عملت ايه بالتفصيل، بعد كده بيسألك في الانترفيو او عايز يشوف انت بتكون كده كده مبصله اللينك فبيخش يشوف المشروع كله براحته. فهو بيبقى بالشكل ده، وكل ما اختصرت اكتر وبقى الموضوع بشكل اشيك كل ما بقى احسن. ما تحطش كلام ملوش لازمه، ما تحطش مثلا 10 بروجكتات منهم بروجكتات ملهاش لازمه وانت كل البروجكت شرحه مثلا في 5-6 سطور، فبالتالي هتلاقي السي في بتاعك عدى 3-4 صفح. زي ما قلت لك انت كل ما بقيت مختصر وبتقول له الحاجه فعلا المفيده كل ما بقى احسن ليك، انت كل ما ريحته هو كل ما هيحبك اكتر، لان هو اصلا بيكون معاه 50 مثلا سي في لسه هيبص فيهم كلهم ومش عارف ايه، فانت بتوفر عليه الدنيا عشان تسهل له الامور. لان هو ممكن يشوفك انت كاتب كلام كتير ملوش لازمه فاوريدي خلاص انت تترفض من حاجه زي كده، مع انك اصلا يعني انت مناسب فعلا للشغل ده بس انت ما اهتمتش بحاجه زي كده وبالتالي اترفضت. عندك بقى اخر سيكشن، السيكشن اللي بعد كده ده بيبقى خاص بالتولز او الحاجات اللي انت عارفها بس ما بتكونش بنفس درجة معرفة السكيلز بتاعتك. انت بتحط بس الحاجات اللي انت عندك نبذة بسيطة عنها، بيزك انفورميشن انت مثلا ما طبقتش عليها مشاريع كتير عارفها بس عندك استعداد تعرف عنها اكتر. انت وليكن مثلا فرونت اند بس عندك معرفة بالداتابيز واشتغلت عليها شوية او عارف عنها معرفة بسيطة وعندك استعداد ان انت تعرف عنها اكتر، فبتحطها في السكشن بتاع الفاميليار ويز. وبس كده انت يعتبر كده ضفت كل الحاجات المهمة فعلا اللي انت محتاج تضيفها في السي في. طيب لو انت جراديويتد او انت واحد شغال وعايز تعمل سي في، انت بس بتفرق انت بتحط السكشن بتاع الشغل اللي انت اشتغلته قبل كده سواء بقى في شركة ريموتلي ايا كان، بتحطه تحت يعني بيكون في سكشن تحت الاديوكيشن،
تحط كل حاجة يعني تبقى نفس النظام بتاع اكتيفيتيز او ايا كان. بتحط اسم الشركة اللي انت اشتغلت فيها والمشاريع وانت عملت ايه هناك باختصار. لو انت مثلا عندك يعني شهادة متوثقة او الكلام ده كله بتحطها جنبها في لينك، وبتحط يعني بتحط التواريخ بتاع الشغل بتاعك بالترتيب زي ما انا قلت لك. وبكده انت تكون ضفت كل الحاجات الاساسية اللي انت محتاج تضيفها في السي في. بعد كده هو غالبا مش هيكون ظاهر لك بنفس الفورمات ده، او هيكون في حاجات لسه ملخبطه. ده هنعمله دلوقتي في الكستمايزيشن. بس المهم انت تكون ضفت كل حاجه مهمه، وتكون ضفت كل السكاشن وكتبت كل حاجه انت عايز تكتبها او المفروض تكتبها. وانت معاك السي في بتاعه اهو، خد كل سيكشن على حده وقارن بينهم وشوف كده، يعني اعمل حاول تكون قريب نوعا ما من الصيغه دي. انت مثلا ممكن تيجي تكلم واحد صاحبك او يكون حد مثلا اتش ار انت تعرفه، الكلام ده يعني ممكن يختلف، مثلا يكون عنده وجهة نظر تانية في ترتيب السكاشن. مثلا يكون حابب ان انت تحط البروجكتس بتاعتك في الاول، حابب مثلا تبدل السكيلز مكان التريننجز. الكلام ده كله يعني بيبقى فروقات بسيطة مش بتفرق قوي. بس انا فعلا مراجع السي في بتاعي ده زي ما قلت لك مع حد من الاتش ار، ويعني قال لي على الترتيب ده هو يعني هو كويس. وفعلا زي ما قلت لك قبل كده عديت بيه بحاجات كتير. وانا بقول لك تاني عشان ما تخافش او ما تقلقش من الموضوع ده ان انت تيجي تقدم في حاجه وما تتقبلش، ان شاء الله يعني ده هيظبط معاك. نيجي بقى عند الجزئيه التانية بتاع الكستمايزيشن. تيجي هنا ده الحته او الجزئيه اللي انت بتظبط فيه مثلا الفونت، نوع الفونت، الكالرز، يعني السكاشن مثلا عايز تشد خط هنا، الكلام ده كله. فتعالوا ناخد الموضوع واحده واحده. ده اللي اوت، انت مثلا يعني خليه هنا على توب. كل الفورمات والحاجات اللي انت هتشوفها هنا، في حاجات اقول لك ما تلعبش فيها وفي حاجات اقول لك اعملها زي ما انا عاملها. يعني اللي اوت ده توب مثلا هتخليه ليفت هيبقى عندك بالمنظر ده، فالحاجات دي مثلا ما تلعبش فيها، خليها زي ما هو هنا كده مظبوطه في النص. الكولومز زي ما هي. ده ترتيب السكاشن اللي انا لسه قايل لك عليها. انت هنا بتضيف السكاشن في الكونتنت. عايز بقى ترتب، انت مثلا هنا عشان تشوف عايز مثلا اجيب الاديوكيشن قبل الكارير اوبجكتيف اهو زي ما انت شايف طلع فوق. بس خلي الترتيب نفس الترتيب ونفس اسماء السكاشن زي ما انا عاملهم كده بالظبط. فبتحط اول حاجه الكارير اوبجكتيف، بعدها الاديوكيشن، بعدها الاكتيفيتيز، بعدها الكورسز، بعدها السكيلز، بعدها البروجكتس، بعدها الفاميليار ويز. بنيجي عند الجزئيه الثانيه بعد كده دي الكالرز. ما تلعبش في اي حاجه في الالوان، انت اصلا مختار التمبلت دي اوريدي لانها حاجه كلاسيك ابيض واسود بس. ما تحطليش ازرق، ما تحطليش اخضر، الكلام ده كله. فما تلعبش في الحاجات دي. فتعدل الجزئيه دي. السبيسنج دي ما يعني دي الفروقات، مثلا فونت سايز ما تغيرش في الحاجات دي خالص. هي معموله التمبلت معموله ان هي جاهزه كده، ما تلعبش في الحاجات دي. عندك الفونت ما تغيرش في حاجه برضو، او مثلا جينا غيرنا يبقى عندك بالمنظر ده، وده اصلا ما هوش منظر سي في. فخلي الحاجات دي كلها ثابته زي ما هي. نيجي بقى عند الهيدنج، وغالبا الديفولت بتاع الهيدنج ده اللي هو الستايل هيكون معمول بالمنظر ده. انت بقى عايز تخليه كده، عايز تخليه كده، تسيبه، الكلام ده كله. بس من وجهة نظري ومن رأيي يعني ده كده اشيك حاجة او احسن حاجة، وده يعني بيخلي السكور بتاعك احسن. الكابيتاليزيشن اللي عندك الابر كيس والكابيتالايز، اللي هو انت بتخلي بس اول حرف من الكلمه هي بس اللي كابيتال والباقي عادي. يعني ابر كيس ما تخليش اسامي السكاشن بتاعك بالمنظر ده، خليها بس كده. السايز ما خليها سمول، انا مثلا خليتها لارج ما هتلاقيها بالشكل ده، خليها سمول زي ما انت شايف. الايكونز عايز تسيب الايكونز سيبها، عايز تشيلها شيلها، مش هتفرق في حاجه قوي الايكونز دي، بس انا سايبها كده. يعني بتدي انطباع على الكارير او السكشن اللي انت فيه ده سكشن ايه، بس مش بتاثر يعني في السكور. ده اللي اوت بتاع السي في بتاعك كله. خليه اول واحده زي ما انت شايف دي، ما تخليهاش كده مثلا، شوف ما بتبقاش ظابطه. خليها اول واحده زي ما انت شايف. كله مش عارف تايتل، الكلام ده كله ما تلعبش فيه. ده الليست ستايل اللي هي النقط اللي انت شايفها دي، نقط او شرطة مش هتفرق الحاجات دي قوي. عايز تخليها نقطة خليها، عايز تخليها شرطة خليها. الهيدر بقى دي مهمة جدا جدا، لان غالبا هيكون الهيدر عندك لو كان بالطريقة دي الاسم وبعدها البوزيشن بتاعك او يعني التراك بتاعك، ما تخليهوش بالطريقة دي. ليه؟
لان ساعات لما انت بتيجي تقدم على شغل بيكون عندهم نظام ATS، لو هو مش كويس او هو كده كده AI في الاخر، فساعات ممكن يدمج بين الشغل والاسم بتاعك، يكون مثلا عامل حساب ان الاسم بتاعك خماسي وما انتش حاطط الشغل بتاعك، فاوريدي انت خلاص كده خدت سكور وحش في الCV بتاعك والدنيا يعني ما ظبطتش معاك. فخليه انت الاسم بتاعك فوق زي ما انت شايف كده، والمسمى الوظيفي بتاعك تحته، ما تخليهوش جنب بعض زي ما قلت لك، عشان ما يتحسبش الشغل، ما يتحسبش من اسمك. فخليه زي ما انت شايف كده، اللي هو يكون اسم والبوزيشن بتاعك تحت. الديتيلز زي ما انت شايف تخليها بالمنظر ده، انا خليتها كده زي ما انت شفت ما كانتش حلوه. الايكونز بقى ما تغيرش حاجه في الايكونز دي، اللي هو اشكال الايكونز وما مش هتبقى لطيفه بالشكل ده. ده الاوردرز، انت مثلا عايز تخلي التليفون في الاخر مش عارف ايه، بس تعمله بنفس الترتيب ده، بيترتب على حسب الاولويه. انت بتحط التليفون بتاعك والجيميل والعنوان، بتخلي الحاجات دي فوق. بعد كده بقى بتحط عندك الجيت هاب، عندك اللينكد ان، الكلام ده كله، بس الاهم حط التليفون والجيميل بتاعك في الاول. بعد كده عندك الاسم خليه ميديوم، ما تكبروش مثلا، ما تخلوش اكس لارج اللي هو اسمك والكلام ده، لا خليه ميديوم، هو كده بولد يعني وظاهر. وخلي هنا لو البتاعه دي مش معموله بولد خليها بولد، بحيث ان الاسم بتاعك يكون ظاهر كده. بعد كده عندك الجوب تايتل، البوزيشن، الستايل، الحاجات دي كلها اعملها زي ما هي معموله. نيجي بقى عند الديت، يفضل ان هو يكون بالفورمات ده، بتحط بس الشهر بتاعك، بتحط السنه. بالنسبه للمانث ما تخلوش ديجيت او لونج، ما تكتبش مثلا اسم الشهر كله، هيبقى التاريخ زي ما انت شايف كده، هو بس حاجه تدل على اسم الشهر وخلاص. الريجنال ده يعني زي ما تقول الفورمات بتاع الCV كله، ما ت... يعني شوف، ده بتاع الكلام يعني، فخليه زي ما هو شايف، زي ما هو موجود كده، ما تلعبش فيه. ده الايكون بتاع اللينك، مش هتفرق سواء عملتها دي او دي، على حسب يعني ما انت عايز. السكيلز انت كده كده اوريدي عامل السكيلز بتاعتك، مش عامل فيها نجوم او بارات، دي خاصة بالكستمايزيشن بتاع الحاجات دي، فزي ما قلت لك انت كده كده مش عاملها، فمش هتحتاج الموضوع ده. الاديوكيشن خلي ديجري سكول، ما تخليش سكول ديجري، انت مثلا واخد كمبيوتر ساينس من جامعة كذا، مش جامعة كذا والديجري بتاعها، وهكذا. سوفت سكيلز، فاميليار ويز، الكلام ده كله يعني خليه زي ما انا عامله كده. وكده يعتبر خلاص انت عملت CV. خليه على طول بس ابديت وكستمايزد على حسب الشغل اللي انت رايح تقدم عليه او التريننج. ومهم جدا اصلا ان انت تعمل الموضوع ده دلوقتي لو انت ما عندكش، لان يعني دلوقتي بيفتح التريننجز والانترن والكلام ده كله بيفتحوا الفترة دي، فانت مهم جدا يكون عندك CV زي ده، لان هم غالبا وبنسبة كبيرة قوي اي حاجة بتفتح من الحاجات دي بيطلبوا منك CV زي ده. وبعد ما بتخلص بتبص كده على الدنيا، بتشوف الدنيا عاملة منك ايه، وراعي دايما ان الCV بتاعك ما يكسرش الصفحة ونص او الصفحتين بكتير قوي قوي قوي، لان انت زي ما قلت لك انت لسه طالب، ما تحطش فيه اي حشو ملوش لازم. بعدها انت خلاص عملته، بتيجي هنا عند داونلود، بتعمل له داونلود، بتضغط، هو بينزل لك بصيغة PDF. وبس كده، انت بقى بعد كده عايز تقدم بيه على حاجة قدم، مش عايز برضو براحتك. كده نكون خلصنا. ولو استفدت مني حاجة ما تنساش تدعي لي دعوة حلوة، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش برضو تشيره لأي حد من صحابك محتاج يعمل CV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.